افلام جامده بدون مشاهد خارجه. الجزء الاول محتاج فيلم عائلي تشوفه او تشاركه مع اصحابك ويكون الفيلم تحفه ويعجبك وفي نفس الوقت من غير مشاهد خارجه، يبقى اطمن طلبك عندي. Yes! Hell yeah! Come on! Yes! Come on! لان اكيد كوكتيل الافلام ده ليك. جايب لكم النهارده شويه افلام كوكتيل من الرعب والاكشن والدراما والغموض اللي اظن بنسبه كبيره هيعجبكم. وحابب اقول لكم اني هعمل سلسله فيديوهات من الافلام اللي بدون اي مواد اباحيه، لاني ملاحظ ان في يوتيوبرز كتير بيقترحوا افلام ومش بيفرقوا بين الافلام نهائي. جهز مشروبك المفضل ويلا بينا نبدا. لو بتدور على فيلم من افلام نهاية العالم واللي مليان تشويق واكشن، يبقى الفيلم ده ليك. ومحتوى الفيلم عن شخص اسمه غاري واللي بيسافر حول العالم في سباق مع الزمن، وده علشان يوقف وباء الزومبي المنتشر على مستوى العالم، وانه يقدر يلاقي طريقة لإنقاذ البشرية. حقيقي الفيلم ده من أفلام الزومبي اللي حظت بشعبية كبيرة جدا، لأن الفيلم يعتبر مختلف عن أي فيلم زومبي شفته قبل كده. الفيلم صدر سنة 2013 وواخد تقييم 7/10، واسم الفيلم World War Z. Just know I'm coming back. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الاثاره، وحقيقي الفيلم مفيش فيه لحظه ملل، وزي ما بيقولوا كده يا بخت اللي لسه ما شافش السلسله دي. ومحتوى الفيلم بيحكي عن توماس، شاب بيصحى يلاقي نفسه جوه مصعد غريب وفاقد الذاكره، ولما بيتم فتح المصعد بيلاقي مراهقين زيه فاقدين للذاكرة، وكلهم مش عارفين ايه اللي جابهم المكان ده، لكنهم يعرفوا حاجة واحدة بس، ان عليهم حل لغز المتاهة الغريب لو حابين يرجعوا بيوتهم تاني. المتاهة دي محاطة بجدار ضخم موجود بداخلها باب بيفتح كل يوم. بيبتدي السسبنس لما يقرر توماس الدخول في الباب ده وحل لغزها بنفسه، ولكن هل دخول المتاهة زي خروجها؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة، الفيلم واخد تقييم 6.8/10، واسم الفيلم ذا ماز رانر. الفيلم التالي وده لو انت بتدور على الافلام الخيالية واللي بجد قصته تقدر تشدك وتخليك تتابع الفيلم من اوله لاخره بدون ملل. ومحتوى الفيلم بيتكلم عن الحروب بين قوى الخير والشر، بين بعض المخلوقات الغريبة والبشر، واللي بيركز الفيلم على رحلة فرقة الخاتم المكونة من الهوبيت وصديقه سام، واللي بيتوجهوا ناحية موردور لتدمير الخاتم وإنهاء سيطرة الشرير سارون. حقيقي الفيلم فيه مشاهد استثنائية وتحفة وبجد يستحق المشاهدة. الفيلم صدر سنة 2002 وحاصل على تقييم 8.8/10، واسم الفيلم The Lords of the Rings The Two Towers. لو حابب تشوف فيلم يديك نظرة مختلفة عن الحياة ويديك جرعة تفاؤل ورسالة قوية جدا، يبقى الفيلم ده ليك. ومحتوى الفيلم بيدور حول الشاب بي، وهو شاب هندي بيعيش في بلدة بودشاري، وبيجبر هو وأهله على الرحيل من وطنه بسبب مشاكل سياسية، وبيهرب هو وأهله في سفينة وكان معاهم بعض الحيوانات من الحديقة بتاعة والده، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. حرفيا بيحصل حادثة غير متوقعة وبتغرق السفينة علشان بي يلاقي نفسه موجود لوحده على قارب نجاة صغير مع حيوانات أخرى، ومن بين الحيوانات دي نمر. حاجة مرعبة صح؟ تخيل إنه بيناضل علشان حياته من النمر وفي نفس الوقت بيتعامل مع الجوع والعطش والعواصف الشديدة في البحر. هل هينجح في البقاء حي؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2012 وواخد تقييم 7.9/10، واسم الفيلم Life of Pi. الفيلم التالي وده لمحبي افلام المغامرات واللي بتديك امل واللي بجد مش هتمل من مشاهدتها نهائي. ومحتوى الفيلم عن رحلة كلب اسمه بوك، واللي كان بيعيش حياة مريحة كحيوان أليف لحد ما تم بيعه
ورحيله إلى الألاسكا للعمل في قطار الجر. ومن هنا تبدأ رحلة بوك في البرية القاسية ومحاولاته انه يتكيف معاها. الفيلم حقيقي مؤثر جدا واقتراح كويس للسهرات العائلية. الفيلم صدر سنة 2020 وواخد تقييم 6.7 واسم الفيلم The Call of the Wild. الفيلم التالي وده ليك لو بتدور على فيلم مؤثر وحزين وحقيقي من الافلام اللي مش هتقدر تنساها. ومحتوى الفيلم عن صداقة بين طفل اسمه برونو وطفل اسمه شامويل خلال الحرب العالمية التانية، واللي بينتقل برونو مع عائلته لمنطقة نائية، وده علشان والده شغال مسؤول عسكري في معسكر اعتقال نازي. وبيكتشف الطفل برونو المعسكر وبيصادف وجود الطفل شامويل، واللي بينشأ بينهم صداقة عميقة رغم الحواجز والتفاصيل السياسية. الفيلم بيبرز الضوء على الظلم والسعي للإنصاف والروح الإنسانية في ظل الأوقات الصعبة. الفيلم صدر سنة 2008 وحاصل على تقييم 7.7 واسم الفيلم The Boy in the Striped Pajamas. الفيلم التالي ده ليك لو بتدور على تجربة سينمائية مميزة بتخلط بين السرفايفر والدراما، والفيلم هيفصلك عن العالم لدرجة انك مش هتعرف تاخد نفسك كويس. وده ليه؟ علشان محتوى الفيلم، واللي بيتكلم محتوى الفيلم عن الفضاء. وبيحكي الفيلم عن الدكتورة رايان رائدة الفضاء الأمريكية، واللي بتتعرض لحادث يهدد حياتها وبتبتدي صراعها للبقاء على قيد الحياة والعودة للأرض. بجد من الأفلام المميزة جدا واللي بتعرض البيئة الفضائية القاسية بشكل درامي. الفيلم صدر سنة 2013 وحاصل على تقييم 7.7 واسم الفيلم جرافيتي. أما لو أنت من عاشقي أفلام الحروب واللي مستوحاة من أحداث حقيقية، فالفيلم التالي كلاسيكي بيمثل طقوس الحرب العالمية الثانية. ومحتوى الفيلم عن القائد جون ميلر، واللي بيقود وحدة من الجنود في مهمة لإنقاذ الجندي رايان، واللي يعتبر آخر ناجي من إخواته الثلاثة اللي ماتوا في الحرب. وبيمثل الفيلم الأحداث العنيفة والصادمة اللي بتمثل الحروب بشكل عام، واللي مليئة بالمشاهد القتالية وتأثيرات الحرب على الجنود. بجد من أعظم الأفلام الحربية على الإطلاق، واللي يستحق فعلا إنه يكون لسهرة استثنائية. الفيلم صدر سنة 1998 وحاصل على تقييم 8.6 واسم الفيلم Saving Private Ryan. لو بتحب أفلام الرسوم المتحركة ويكون درامي ولذيذ يبقى الفيلم ده ليك. ومحتوى الفيلم عن ميغل الصبي المكسيكي اللي بيحلم يكون موسيقي مشهور، ولكن للأسف عائلته بتتعارض معاه لأنها بتحظر الأغاني. وفي ذكرى معينة بيشتبك ميغل في رحلة إلى أرض الأموات ليكتشف أسرار عائلته وتاريخها الموسيقي. حقيقي فيلم ممتع ومبهج واللي بيعرض رسالة قوية جدا ومن الترشيحات القوية لأفلام السهرة. الفيلم صدر سنة 2017 وحاصل على تقييم 8.4 واسم الفيلم كوكو. بتحب أفلام الخيال العلمي والفضاء والفيلم يكون واخد جوائز كتير ومش سهل تنساه، يبقى أكيد الفيلم ده ليك. ومحتوى الفيلم بيدور حول ان مستقبل البشرية بيواجه خطورة، وده بسبب ان كوكب الارض في ازمة بيئية بسبب نقص الموارد البشرية. وكان الحل ان بيتم تكليف فريق من رواد الفضاء بقيادة المهندس جوزيف كوبر بالبحث عن مستقبل جديد للبشرية في الفضاء الخارجي. وبيكتشف الفريق ممر فضائي بيودي الابعاد خارجية للكون، وطبعا ده كان مؤثر على القوانين النسبية والزمن، وهتكتشف ده في نهاية الفيلم. بس يا ترى هل هينجح الفريق بانهم ينقذوا مستقبل البشرية؟ هتعرف في الفيلم. الفيلم صدر سنة 2014 وحاصل على تقييم 8.7 واسم الفيلم انترستيلر.
وبكده انتهى فيديو النهارده، اتمنى ينال اعجابكم، واستنوا مني ترشيحات قويه لافلام السهره العائليه، وكمان لمحبي افلام الرعب انا مش ناسيكم. استنوا مني كام جزء كده فيه شويه افلام هتشكرني عليها. المهم ما تنساش اللايك لانه بيساعدني جدا، واشتراك لو جديد معانا. بس كده، وجزاكم الله كل خير، مع السلامه.